عمرك فكرت قبل كده لما دخلت فندق كام واحد نام على السرير ده قبلك؟ وكام واحد من الاشخاص دول فكر ينتحر؟ وكام حد نام في الاوضه اللي انت نايم فيها او السرير اللي انت نايم عليه تبع عصابه او مجرم؟ كل انواع الاشخاص دي ممكن تلاقيها في غرفه 207. اهلا بيكم في قناه هانيبال، ويلا بينا نبدا الفيديو. قصة النهاردة مخيفة، وهي بتتكلم عن رواية كتبها الكاتب أحمد خالد توفيق بعنوان الغرفة 207. ولما قلت لكم غرفة 207 أكيد جه في بالكم المسلسل المشهور اللي نازل جديد وهو غرفة 207. الكاتب أحمد خالد توفيق بيحكي ويقول أي حد سكن غرفة 207 قبل كده فأكيد ساب فيها جزء من طاقته النفسية. اللي أعرفه إن أغلبية الناس اللي قعدت في الأوضة دي ماتت موتة بشعة جدا، وقليل منهم اللي قدر يهرب من الغرفة الملعونة دي. واكيد اي حد هرب من الأوضة دي ما قدرش يقول لحد ايه اللي حصل جوه من الخوف اللي كان فيه. ومش هبالغ لو قلت ان سرير الأوضة دي مليان روايح من قتلة متسلسلين، وطلع منها حريم مجانين واطفال شريرة. الرواية بتحكي في أوضة في فندق في مرسى مطروح بيطل على شارع رئيسي تقدر تشوف منه البحر. بطل الرواية دي كان واحد اسمه عم جمال، اللي بيحكي عن نفسه ويقول زمان ما كانش اسمي عم جمال، كان اسمي جمال الصواف. عم جمال بيحكي ويقول انا كنت شاب جميل وكنت احب قراءة الكتب جدا، والفندق ده زمان كان بيديره واحد اسمه الخواجة مايكل. الخواجة مايكل كان بيعرف يتكلم عربي كويس جدا، وعم مينا برضه كان شغال محاسب في الفندق ده رغم انه كان كبير في السن. بس عم مينا وقتها كان شايف ان غرفة 207 دي هي بوابة من بوابات الجحيم. كمان كان موجود معاهم في الفندق مصطفى المسؤول عن توصيل الشنط للأوض بتاعتهم. عم جمال بيقول انا بقى كنت شغال موظف استقبال، وحكايتي مع أوضة 207 بتبدأ في سنة 1967، وكنت أول مرة أخش فيها الأوضة دي. بس للأسف ما كانتش المرة الأخيرة، ولسه فاكر بالظبط اللي حصل في الأوضة دي. عم جمال بيقول كانت حوالي ساعتها الساعة 8 بالليل، وجت بنت جميلة قدامي ومضت باسم شيرين محمود مهندسة ديكور. وبعد ما المهندسة شيرين وقعت بصت له وابتسمت وقالت كلام كتير ملخصه إنها جاية لوحدها الفندق ومش مستنية حد. عم جمال بيقول إن هو استغرب وقتها شيرين ليه بتقول كده، بس طبعا ترجمت الكلام في دماغي بحاجة واحدة بس، ونظرتها ليا برضه كانت بتأكد لي اللي في دماغي، وكأنها بتقول لي أيوه زي ما انتوا فاهمين. ولسوء حظي وحظها ان ما كانش فيه اوضه فاضيه وقتها غير الاوضه 207. عم جمال وقتها بيحكي ويقول انا كنت شغال جديد في الفندق، فكانت الاوضه بالنسبه لي اوضه عاديه جدا زيها زي اي اوضه في الفندق. كل اللي كان شاغلني هي بصه شيرين ليا وابتسامتها اللي خلتني اقرر بعدها بكام ساعه ان اسيب الاستقبال لمصطفى زميلي، ولقيت رجلي واخداني لحد الاوضه 207 اللي المفروض موجود فيها المهندسه شيرين. الغريب ساعتها ان لما رحت لحد الاوضه 207 وجيت اخبط على الباب لقيت باب الاوضه مفتوح شويه، بس كل اللي جه في بالي وقتها ان طبعا شيرين هي اللي سايبه الباب مفتوح، ومش عارف امتى ولا ازاي لقيت نفسي جوه الاوضه. وقتها كان البحر باين من البلكونه علشان وقتها كانت سايباها مفتوحه، وتقريبا كده منظر البحر هي الحاجه الوحيده المألوفه ليا في الاوضه دي، مع ان المفروض ان كل اوض الفندق تبقى شبه بعض. وبعد لحظه هدوء فجاه سمعت صوت من ورايا، وهي دي كانت بدايه الصدمه ليا. صوت بيتكلم ويقول عمرك ما هتتغير يا جمال، جاي هنا علشان واحده، امشي امشي وما اشوفش وشك هنا تاني. عم جمال بيقول وقتها طبعا كنت هموت من الرعب. ببص ورايا بالصدفه لقيت الشخص اللي ورايا ده هو والدي. ايوه والدي اللي توفى في حادثه من 10 سنين. ما فكرتش وقتها وحاولت اهرب، لكن فوق كل ده لقيت ايد طالعه من الارض وماسكه في رجلي اللي انا مش عارف واقف عليها ازاي لحد دلوقتي، ومش فاكر ساعتها اتحركت بسرعه ازاي، لكن كل اللي فاكره ان لقيت ايدي بتفتح الباب وجريت بره الاوضه. وقفت خدت نفسي وبعدها بصيت على الاوضه تاني، بس الغريب ان لقيت الاوضه شبه كل الاوض، ما فيهاش اختلاف عن الاوضه التانيه، ولا فيها والدي ولا فيها ايد طالعه من الارض، لكن كل اللي فيها شيرين نايمه على السرير. وكل اللي عملته وقتها ان قفلت الباب وبعدها نزلت، ويا دوبك اصلا رجلي وصلتني للاستقبال. وبعد نص ساعه لقيت المهندسه شيرين داخله من باب الفندق تاني. شيرين اللي لسه سايبها نايمه فوق ما خرجتش، دلوقتي راجعه من بره وشايله معاها شنط. بس هو ايه الطبيعي يعني في كل اللي انا حكيته؟ ما هو كل حاجه حصلت غريبه. عم جمال بيقول استنيت اشوفها عايزه ايه، لقيتها طلبت مني مفتاح الاوضه، وبعدين بصت لمصطفى زميلي وقالت له ان هي جايه لوحدها وعايزه حد يطلع لها الشنط. طبعا مصطفى ما صدق وعيني لمعت وفرح، وانا كان في جزء خبيث جوايا خلاني اسكت وما اقولش اي حاجه. كان كل تفكيري وقتها اعرف ايه اللي هيحصل، ومصطفى هيشوف نفس اللي انا شفته ولا لا.
وفاتت نص ساعة ولقيت مصطفى لسه منزلش، فقررت اطلع اشوفه لا يكون حصل له نفس اللي حصل معايا. عم جمال بيقول اول ما طلعت لقيت اللي كنت بفكر فيه، مصطفى كان قاعد على الارض واعصابه سايبه. سندته انا وعم مينا، واول ما هدي شويه قال لي وشها ما كانش وش بشر ابدا، وشعرها كان ملفوف زي اسلاك الكهرباء، وجلدها كان عامل زي لون الفحم. دي ابشع حاجه انا شفتها في حياتي. فضلت افكر في كلام مصطفى قبل ما انام، وبرضه ما قدرتش اوصل لحاجه. بس الحاجه الوحيده اللي كنت متاكد منها ان شيرين دي لا يمكن تكون بشر. وتاني يوم الساعه 9 الصبح لقيت شيرين داخله الفندق تاني. شيرين بتدخل الفندق من غير ما تخرج، وبتخرج من غير ما تدخل. لكن الجديد المره دي ان شيرين وقفت قدامي وكانها ما تعرفنيش، وكانت عايزه تحجز اوضه في الفندق. وقتها انا ما اهتمتش بكلامها وفتحت دفتر الحجز، ولكن الغريب في الموضوع ان ما لقيتش اسمها موجود، واوضه 207 فاضيه. بصيت وقتها لمصطفى اللي لقيته باصص لي، ونفس الخوف اللي على وشي لقيته على وشه. وشيرين كانت واقفه قدامنا ومستغربه احنا بنبص لبعض كده ليه. حاولت اهدى واتعامل معاها كاني اول مره اشوفها. بعدين سلمتها مفتاح الاوضه وسجلت اسمها اللي لسه مسجله بايدي امبارح. بعدها بشويه شيرين اتصلت وقالت ان كهرباء الحمام عندها بايظه وعايزه حد يصلح لها الكهرباء. وبكده عرفنا الدور الجاي هيبقى على مين، وهو الشبراوي عامل الكهرباء. هيرجع بقى يحكي لنا قصه جديده، او هنروح نلاقيه بيعيط زي ما مصطفى طلع من الاوضه وكان بيعيط. وبعدها بساعه لقيت الشبراوي بيتصل بالتليفون ومش عارف يقول ولا كلمه. وقتها جريت انا ومصطفى على اوضه 207 علشان نلاقي ابشع منظر ممكن حد يشوفه. شيرين واقعه في ارض الحمام وميته ولابسه روب وشعرها محروق، والاستشوار بتاعها كان مرمي جنبها على الارض. اول ما شفت المنظر ده بصيت لمصطفى وافتكرت الموقف اللي حكاه امبارح. اللي حصل كده باختصار ان اوضه 207 قدمت لنا عرض مسبق عن اللي حصل لشيرين محمود. شيرين اللي مرميه على الارض دي دلوقتي هي شيرين محمود، وشيرين اللي شفناها امبارح دي ما كانتش شيرين، دي كانت الاوضه 207. ودلوقتي بقى عرفنا الحقيقه ان الغلط ما كانش في شيرين محمود، الغلط كان في الاوضه 207 اللي الخواجه مايكل كان بيقول لنا محدش يتكلم عنها، واللي قال عليها كمان عم مينا انها بوابه من بوابات الجحيم. وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة، وهي الغرفة 207 للكاتب أحمد خالد توفيق. لو عجبتكم القصة دي ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وكمان لو عايزين أحكي لكم أحداث المسلسل اكتبوا لي في التعليقات من تحت، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.